ليه الرئيس ما بيروحش كنيسه؟ وده سؤال مهم، ليه الرئيس ما راحش كنيسه لغايه النهارده؟ هو بيتكلم النهارده، جابوا لي التويتات اللي هو عاملها بيرد بيها على، ففتح موقع ولا حاجه زي كده بيسالوه، الناس بتساله، عمل هاشتاج اسمه اسال الرئيس مرسي. اصل كلمه هاشتاج دي كلمه متدلعه قوي يعني بحس ان هي يعني ما تنفعش على الرئاسه، انما يمشي الحال. عمل هاشتاج اسمه ايه، تسال الرئيس مرسي. فسالوه الناس اسئله كتير 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 كتير، واتكلم على التوافق، اتكلم ان هو مهتم، هنقراه لكم دلوقتي يعني بعد شويه هنقراه، ان هو مهتم بالتوافق ما بين الشعب اللي هو ده حلمنا كلنا. فين هو التوافق ده؟ التوافق ان البابا دلوقتي قاعد في صلاه معتكف، وانه النهارده الداخليه اعتذرت كويس قوي، ده متشكرين جدا انها اعتذرت النهارده، مساح متاخر قوي، انها رمت قنابل مسيله للدموع في الكنيسه، في الكاتدرائيه اللي هي اهم كاتدرائيه على فكره. الكاتدرائيه دي اتبنت في عهد عبد الناصر اللي كانوا بيقولوا عليه علماني، واكتر عدد في الجوامع اتبنى في عهد عبد الناصر. الطب والهندسه والجغرافيا والتاريخ والعلوم والحاجات دي كلها دخلت في دراسه الازهر في عهد عبد الناصر. الازهر كان مقتصر على التعليم الدينيه فقط. في عهد عبد الناصر دخل هذه الدراسات كلها عشان يخرج خريج الازهر فاهم دكتور، ويخرج مهندس، ويخرج محامي، ويخرج بتاع علوم، ويخرج كيميائي، ويخرج 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 ويخرج. ده عبد الناصر اللي بيقول الستينات وما ادراك ما الستينات. لان القضيه ايه عند الاخوان المسلمين؟ القضيه عندهم هم، مش المجتمع. هم اي حاجه تاذيهم هم يبقى المجتمع زفت، والمجتمع مدمر، والمجتمع مش نافع، وكل حاجه يعني نيله في نيله. اي حاجه ترضيهم هم يبقى المجتمع زي الفل والدنيا تمام وكل ده تمام. وهنشوفوا دوت برضه في رد الرئيس على التويتات اللي موجوده في الهاشتاج، في هاشتاج يعني انت تعلمها كده تعود عليها. ف هتلاقوا فيها الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده، انه هم بس هم الفئه الغالبه. ولذلك انا ادعوكم وان كانت فيها صعوبه شويه عليكم انكم تقروا رسائل الشيخ حسن البنا. هي فيها تكرار، مش على فكره مش متعبه، وبعدين اسلوبه سهل جدا، اسلوبه مش صعب، اسلوبه سهل جدا 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 للغايه. يعني واحد بيتكلم كلام عادي كده، مفيش فيه اي صعوبه ولا اي حاجه، بس يمكن تكون كبيره شويه. بس كنتوا عايزين تعرفوا حقيقه الاخوان المسلمين، ليس افضل من انك تسمع حسن البنا شخصيا. هو اللي اسس الجمعيه الاصليه، واسس جماعه الاخوان المسلمين، وليه راي وليه بتاع. أنا لما خلصها هبقى اقول لكم خلاصه اللي انا قريته فيها بتاع. بس يعني اهم حاجه انه اذا كنا بنتكلم على التوافق يا سياده الرئيس، وانا لا احب ان اخاطب الرئيس لان انا راجل مذيع بخاطب كل الشعب، مش بشتغل للرئيس، يعني انا بشتغل للناس عموما يعني. فاذا كنا عايزين توافق صحيح لازم نمد ايدينا، واللي يمد ايده الاول الرئيس، مش انا اللي امد ايدي، لان انا جايز امد ايدي ما يمدش هو ايده. جايز انا امد ايدي ما يمدش هو ايده، تبقى مشكله. انما هو لما يمد ايده لازم نمد ايدينا كلنا. فارجو ان هو يعمل هذا التوافق اللي هو بيقول عليه واللي بيسعى ليه، يعمل التوافق في المجتمع. في مسيحيين في مصر، في مسيحيين في مصر، مسيحيين في مصر من آلاف السنين. ايوه موجودين من آلاف السنين، من آلاف السنين موجودين المسيحيين. مسيحيين مظلومين، ايوه مظلومين، ما بياخدوش مناصب، ما بياخدوش مناصب. انا سمعت الشيخ كريمه هو بيقول انه ما ينفعش، انه عايز يصلح دورة الميه في الكنيسه فلازم يبقى القرار من المحافظ او من رئيس الجمهوريه. بتصدق كده؟ في كده؟ احنا الجامع بتاعنا في المنيره لما جينا نوضبه وضبناه وكسرنا الحمامات وكسرنا المصليه وكسرنا، كان في مصليه جنبنا كده عملناها دار مناسبات، ولا خدنا تصريح من حد ولا خدنا حاجه خالص، كله ماشي الحال وكله في الجامع. ما حدش قال انتوا بتعملوا ايه؟ اشمعنى بقى الكنيسه لما تصلح دورة الميه بتاعتها يبقى مشكله ولازم تاخد تصريح؟ مش دي كلها حاجات تضايق المسيحيين؟ فين قانون العباده الموحد اللي قعدوا عملوا عليه الليله؟
من ساعة ما بدأت الثورة يقول لك هنعمل القانون، مجلس الشورى بدل ما هو قاعد يحزق في المشروعات القوانين وعمال يطلع كل يوم قانون، مش فاهم ليه، مش فاهم ايه السرعة دي وايه السربعة دي، على ايه؟ على ايه يعني؟ يعني النهارده هم كانوا بيناقشوا امبارح يزودوا فلوسهم ولا ما يزودوش فلوسهم، صحيح هم استقروا على ان الظروف لا تسمح بتزويد الفلوس، بس فكرة طرح الموضوع من اصله ملوش قيمة، مش وقته خالص، مش وقته خالص ان هنشوف مكافآت اعضاء مجلس الشورى واعضاء مجلس الشعب. بدل ما بتفكروا في القوانين طلعوا القوانين، قانون العبادة الموحد عشان الكنائس تاخد حقها والمسيحيين ياخدوا حقهم. في مشكلة، في مشكلة، ما اوعى تقول ما فيش فتنة طائفية، في مشكلة حقيقية، في مشكلة حقيقية في البلد، والكلام ده بنقوله من زمان قوي، من اول ما وعينا على الحياة، يعني من اول ما وعينا على الحياة واحنا كنا كويسين قوي. يعني في شبابي انا كانت الدنيا زي الفل، شبابي ده كان ستينات سبعينات تمانينات، اتنيلت الدنيا في التسعينات. في التسعينات لما جم بقى الناس من الخليج بافكارهم وبحاجاتهم ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، وجم بالطيارات التانية اللي دخلت دي الطيارات كلها ضد المسيحيين، بدا الراجل يقول لك اوعى تشتري من الجزار ده لانه مسيحي، اوعى تشتري من بتاع العصير ده لانه مسيحي، بلاش تروح تسكن في الشارع ده لان كله مسيحيين، بلاش تعمل. وضحت الحكايه دي، بدات ما دام الحكايه دي موجوده هنا في مصر يبقى في مشكله كبيره. لسه الحكايه موجوده وبتزيد، وبنسمع في القنوات الفضائيه حاجات رهيبه. انا مش عايز اطول عليكم، بس عايز اقول لكم انه الرئيس اذا كان يريد ان يكون هناك توافق بين اطياف الشعب المصري عليه ان يوقف رجاله عن قله الادب مع المعارضه، عليه ان يوقف رجاله عن قله الادب مع المعارضه والتحدي، لا التعدي السخيف والمهين. لان المعارضه دي انتوا كنتوا معارضه، الاخوان المسلمين كانوا معارضه لسه من سنتين، وان هم ما قاموش بالثوره، هم اشتركوا في الثوره لان هم ما عندهمش مبدا اقامه ثوره اصلا، وده كلام حسن البنا مش كلامي. مبدا اقامه ثوره مش عندهم خالص، ولا عند السلفيين، ولا عند السلفيين، لا عند السلفيين ولا عند الاخوان، ده كلام مكتوب في الكتب بتاعتهم، مش جايبينه من عندنا. مبدا اقامه الثوره ده مش عندهم، مش مطروح اطلاقا. هم شاركوا في الثوره، مفيش كلام، شاركوا في الثوره وعملوا حاجات وجهد وقامت الثوره. طيب يلا بقى انتوا بقيتوا بتحكموا، صلحوا لنا الدنيا دي بقى شويه، اعملوا التوافق بقى، فبلاش بقى التعدي على المعارضه. انتوا كنتوا معارضه، دلوقتي في معارضه، لازم يبقى في معارضه. الدول الديمقراطيه، الدول المتحضره، رئيس الجمهوريه ما بيجيش غير ب 52 و53% و54%. مين بقى ال 47%؟ المعارضه. دي تبقى دوله قويه، المعارضه قويه فيها تبقى دوله قويه. المعارضه دي مش حاجه وحشه، دي حاجه اساسيه في فكره الديمقراطيه، ان المعارضه دي حاجه اساسيه. انما احنا بقى هم عندهم فكره ثانيه. مفيش احزاب. الاخوان المسلمين ليس لهم احزاب، هم يريدون الحكم بحزب واحد فقط اللي هو جماعه الاخوان المسلمين. وده مش كلامي، ده الكلام اللي موجود في الكتب بتاعتهم، مش من عندي. انا ما عنديش حاجه خالص اقولها انا من عندي، كل الكلام ده موجود، بنقول لكم اللي انا بقراه في الكتب. ده من عندهم هم، ما عندهمش هم مساله التنوع الاحزاب دي، رافضينها تماما. ده كلام حسن البنا. عندهم الحزب الواحد اللي هو اللي يحكم عشان ما يبقاش فيه تشتيت، هم رايهم كده. اللي يخرج عن الجماعه اقتلوه. ده في حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، انا ما اعرفش مدى صحته. اللي يشق عن الجماعه اقتلوه. وفي بس احنا مش جماعه، احنا مش دول مش شاقين عن الجماعه، لان احنا مش جماعه، احنا مشتتين حتت 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 حتت. وبعدين الكلام ده كلام له معنى اخر ومدلول اخر. انما هي دي قناعاتهم عشان تبقوا عارفين احنا حكمنا ماشي ازاي ونظامنا ماشي ازاي، وهكذا تسير الامور. عايزين تقولوا ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام غلط او انتوا تجاوزتوه، وده يبقى كويس جدا ان الاخوان تجاوزت هذه المرحله الاساسيه مع حسن البنا واشتغلت في مرحله جديده بمنظومه جديده بفكر جديد باراء جديده. ورونا هتعملوا ايه مع الكنيسه، ورونا هتعملوا ايه مع الاباط، بس مش اكتر من كده، يعني مش اكتر من كده. والنهارده فاهم